مشاهد مسربة من أخطر مكان بالعالم. للمرة الثانية الناس بتصحى على فيديوهات مسربة من مسلخ صيدنايا، مشاهد من كاميرات المراقبة داخل السجن، معتقلين مجبرين إنهم يطلعوا بالأرض، وخوف ما بينوصف للأسف. أي شخص نجا من هذا المكان أو عنده حدا مر فيه رح يعرف قديش الفيديوهات رح تفتح جروح ما تسكرت من سنين. ما بعرف إذا في شي عم يتحضر أو هذا مجرد تمهيد لمشاهد أبشع لسه مخباية لحد هذا اليوم، بس الشي الأكيد إنه يلي ما دخل صيدلية بحياته رح يشوف هالفيديوهات شكل الموت الحقيقي، رح يتخيل حاله تلقائيا بهداك الممر، بهداك الصمت، بهداك الرعب يلي كان بصيدنايا. صيدنايا كان مصنع خوف، مكان انكسرت فيه أرواح ناس وتعذبت فيه أجساد سوريين، وكل المشاهد اليوم هي دليل إنه الوجع لسه عايش، ولسه الدمعة معلقة بحلق الأمهات وآباء وناس فقدت أحبابها بدون قبر، بدون وداع، بدون حتى جواب. شهدائنا، تضحياتنا، سنين الرعب والقصف والبراميل، شو بيعوضها غير الحساب؟ حساب القاتل، حساب الجلاد، حساب كل مجرم أمر وسكت أو برر، لأنه أي مجرم اليوم بيتم التساهل معه هو نفسه كان جزء من هذا المسلخ، هو نفسه يلي حول صوت الصاروخ لكابوس مزروع اليوم بأعصابنا، هو نفسه يلي ارتكب أقذر تفاصيل الإجرام بحق ناس عزل. والمؤلم أكتر أنه كتير من المجرمين لسه بيناتنا لحد هذا اليوم، ما حدا اختفى بيوم وليلة. في ناس كانت جزء من الموت عم تمشي اليوم بين العالم كأنه شيئا لم يكن. ما في شيء بيهدئ قلوب السوريين غير عدالة الحق، عدالة ما فيها نسيان ولا تسويات ولا تبييض وجوه لوجوه القتلى، لأنه الدم يلي انسكب أكبر من أنه يتحول لخبر قديم وتسريبات بعد أعوام من زمن مر.